السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ايه نبيل. دي قناتي. النهارده معانا وصفة الجبنة الكريمي، وصفة مختلفة تماما عن كل اللي موجود على اليوتيوب. سهلة ولطيفة جدا وكميتها حلوة قوي. شايفين قوامها ازاي في الفيديو؟ ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نعمل بقى تشيز كيك براحتنا. طبعا احنا عارفين اسعار الجبنة الكريمي دلوقتي بقت عالية قوي، فاحنا هنعمل كده ميكسات حلوة قوي. احنا هنا معانا نص كيلو من جبنة الملح خفيف، اي ماركة انتوا حابينها، بس اللي هي بتتباع سايبة عند السوبر ماركت، مش في علب محفوظة. عندي هنا جبنة قريش كان حوالي 300 جرام، 50 جرام زبدة، و50 جرام من القشطة، قشطة بلدي، كوبايتين زبادي. عايزين نخليها كوباية واحدة مش مشكلة. عايزين نزود في القشطة، لو احنا مثلا عايزين طعم القشطة اكتر زيادة ممكن نزود قشطة، يعني براحتنا جدا يعني. ما بحطش زيت خالص. طبعا ببدأ احطهم بقى في الكبة زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالزبادي وهضرب كل ده الاول قبل ما احط الزبدة والقشطة. طبعا لازم نضربهم كويس جدا عشان تنعم الخليط، ينعم كله مع بعضه. ما بحطش لبن وما تحطوش لبن يعني، هو يستحسن ان احنا نضربها في كبة، مش الخلاط ممكن نحتاج ان احنا نحط لبن او حاجة، بس هيخفف القوام معانا، مش هيخلي القوام متماسك زي الجبنة الكريمي اللي بنجيبها من بره. هنا مكسنا الجبنة مع الزبادي كويس. هنزل بالزبدة بتاعتي، دول 50 جرام. لو احنا هنستغنى عن الزبدة ونحط قشطة بس، طبعا هنزود قشطة. يعني لو عنديش زبدة او مش حابة احط زبدة، ممكن تحط الكمية كلها قشطة، بس القشطة طبعا تتحط في الاخر، ويبقى الضرب بتاعها ايه بحذر شوية عشان ما تفصلش مننا. يعني أنا هنا اخر حاجة بحطها القشطة، وتاخد ضربة كده علشان يعني بخاف كتر الضرب القشطة الاقيها فصلت، طبعا هتبوظ لي الوصفة كلها. هنا ده قوامها بعد ما ضربت المكونات الأساسية اللي عندي كلها. يعني دي لو أنا عايزة أعمل تشيز كيك، عايزة أعمل وصفة بحتاج لها جبنة كريمي، دي هتبقى هايلة جدا 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 يا جماعة والله. حابين بقول لكم نزود قشطة، مفيش مشكلة خالص. ممتازة ممتازة وكمية حلوة جدا، بأسعار طبعا لا تذكر بالنسبة للأسعار بتاعت الجبنة بالقشطة دلوقتي يعني. هنا قسمت المقدار بقى بتاعي عشان عايزة اعمل كذا طعم، فهنا خدت جزء من المقدار مع شريحتين جبنة رومي وهضربهم مع بعض. دي هتبقى جبنة كريمي بطعم الجبنة الرومي، حلوة صراحة ولطيفة يعني. عايزة اقولكم الوصفة دي مفيدة جدا ومغذية. طبعا احنا بنتحايل دلوقتي على اولادنا عشان ياكلوا زبادي، عشان يشربوا لبن وكده. اولا دي جبنة طبيعي، يعني نسبة اللبن فيها كويسة ومضمونة، مفيش زيوت مهدرجة في الموضوع بقى، ولا زيوت نخيل او كده، مفيش ملح زيادة ممكن يضرهم. حاطين طبعا زبادي في فايدة يعني لما ابني ياخد معاه سندوتش للمدرسة هيبقى حاجة مفيدة. طبعا هنا عملنا اللي بالزيتون، برضو عملنا نفس الخطوات هي. عايز اقولكم ان كل طبق من دول تقريبا وزنه يعني معدي النص كيلو، فصراحة الكمية طالعة كويسة جدا حلوة. شوفوا كمان قوامها ده كده لسه مدخلتش التلاجة كمان. قوامها حلو جدا. طبعا احنا عاملين جبنة رومي وزيتون، واللي هناك دي جبنة كريمي عادية بالقشطة. ممكن نستخدمها في الحلويات، او اللي هو بقى ملوش في الأطعمة بتاعة الرومي والزيتون بيحب دي جدا يعني هينسجم معاه. وصفة حلوة، اتمنى انها تعجبكم. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد على قناتنا. كل وصفة جديدة منزلة ان شاء الله تابعوها، ويا رب تعجبكم. وعايزة اشوف تعليقاتكم وتجاربكم للوصفات بتاعتي، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.